أكتر حاجة بتميز سلسلة الهوت من انفينكس بصفة عامة إنها بتقدم لك إصدارات متنوعة من السلسلة دي، وكل إصدار فيهم بيركز على نقطة أو ميزة معينة في الموبايل. لو هي اللي تهمك يبقى هو ده الإصدار المناسب ليك، ولكن لازم تخلي بالك إن ده كله في حدود إنه موبايل اقتصادي. وعلشان كده فاحنا في فيديو النهارده هنتعرف على أحدث إصدارات سلسلة الهوت من انفينكس، وهو الهوت 30 بلاي، وهنتعرف على أهم مميزاته وكل مواصفاته وعيوبه. بس يا ريت في الأول تدعموني بلايك وشير، وكمان تشتركوا في قناتنا التانية قناة سراديب. أنا محمود طمان، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. الموبايل بيجي بنفس التصميم او الديزاين بتاع سلسله الهوت 30 كلها، مفيش فيه اختلافات كبيره. فالتليفون بيجي بخامات تصنيع من البلاستيك بالكامل البوليكربونات، وده المعتاد في كل تليفونات الفئه الاقتصاديه من كل الشركات. والظهر بتاع التليفون جايبه خطوط كده وتكتشرز مديه للموبايل شكل ظريف، وجوده تقفيل وتصنيع التليفون كويسه ومقبوله. وشكل السيت اب بتاع الكاميرات واخد الديزاين بتاع اجهزه الايفون من ابل، والشركات كلها بقت بتعمل كده دلوقتي. ابعاد الموبايل وسمكه ووزنه تحس انهم كبار شويه، وده علشان الشاشة الكبيرة والبطارية الضخمة بتوع الموبايل. فنقدر نقول ان تصميم الموبايل بصفة عامة شكله شيك وعصر وهيعجبك، وانا ماليش عليه اي تعليق سلبي. الشاشة هي من المميزات الكويسة جدا في التليفون، واهم حاجة بتميزها انها شاشة كاملة بتيجي بالتصميم الجديد اللي بثقب او بانش هول دوت ديسبلاي، والثقب ده حجمه صغير جدا وبيجي في نص الشاشة من فوق. والشاشة مساحتها كبيرة جدا 6.82 بوصة، وده بيخلي الموبايل من فئة الفابلت. وهي من نوع IPS LCD، ودي نوعية ممتازة جدا بالنسبة لشاشة موبايل اقتصادي، وبتيجي بدقة HD+، بحيث ان كثافة البكسلات في الشاشة 1640 في 720 بكسل، وده هيدينا 263 بكسل لكل بوصة في الشاشة. الشاشة بتيجي بأبعاد عرض كبيرة 20:9، وبتستحوذ على 83.5% من حجم الواجهة بتاع التليفون كله. ولما نيجي بقى نتكلم عن الأداء بتاع الشاشة دي، فهي بصفة عامة هتقدم لك أداء متواضع، ولكن الشاشة دي بالنسبة لتليفون اقتصادي رخيص فهي تعتبر شاشة مقبولة جدا. الألوان اللي بتظهر على الشاشة هتحس إنها ألوان بهتانة شوية، ودرجة حدتها وتشبعها مش أعلى ولا أحسن حاجة. السطوع بتاع الألوان مش أقوى حاجة، وده بصراحة الطبيعي والمعتاد جدا في الفئة السعرية دي. الكلام والتفاصيل والأيقونات اللي بيظهروا على الشاشة بيكونوا متشافين بشكل مقبول جدا. واللي بيميز الشاشة دي إنها بتيجي بمعدل تحديث ريفريش ريت 90 هرتز، وده بالتالي هيخلي اي حاجه تشتغل معاك على الشاشه بتاع التليفون تشتغل بشكل سموز وسلس وانسيابي جدا، خصوصا في الجيمز، ودي الحته اللي اصلا التليفون موجه ليها. درجه سطوعها تحت اشعه الشمس المباشره مقبوله، فهي بتيجي ب 500 نتس، ولكنها طبعا مش هتكون افضل ولا اقوى حاجه. حواف واطراف الشاشه حجمهم صغير، ولكن كان ممكن يصغروا عن كده شويه كمان. فنقدر نقول بصفه عامه ان الشاشه بتاع الهوت 30 بلاي من انفينكس هي شاشه كويسه جدا بالنسبه لتليفون اقتصادي، وهتقدم لك اداء مرضي وهيعجبك لما تيجي تستعرض عليها اي محتوى من اي نوع، خصوصا في الحته بتاعه الجيمز. الاداء برضه هو من النقاط الايجابيه اللي موجوده في الموبايل. فالهوت 30 بلاي من انفينكس بيجي بمعالج من ميديا تك من سلسله الجي المخصصه للجيمز، وهو الهيليو جي 37، واللي موجود في تليفونات اقتصاديه كتير زي النسخه اللي فاتت من الموبايل الهوت 20 بلاي، وكمان السبارك 10 من تكنو، واللي مراجعتهم موجوده هنا على القناه، ممكن تبصوا عليها من الاي اللي فوق دي. فالمعالج ده معالج اوكتا كور ثماني النواه، وبيجي بتردد لغايه 2.3 جيجا هرتز بدقه تصنيع 12 نانومتر، مع معالج رسومي هو الباور في ار جي اي 8320. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع التليفون، فهو بصفه عامه هيقدم لك اداء مقبول في المهام اليوميه المعتاده، زي استخدام تطبيقات السوشيال ميديا والتصفح والمكالمات والحاجات دي كلها. التليفون هيقدم لك اداء كويس، مش هيقابلك فيه تهنيج او لاج كتير. وبرضه اداء التليفون في المهام المتعدده او المالتي تاسكينج هيكون اداء مقبول، هتقدر انك تفتح اكتر من تطبيق في الخلفيه وتتنقل بينهم بشكل كويس. ولكن انصحك انك ما تكترش قوي من الحته دي، لان التليفون في الاساس مش موجه للاستخدامات اليوميه او المهام المتعدده، فهو موجه اكتر للحته بتاعه الجيمز والالعاب. يعني انت هتقدر تلعب كل الجيمز الخفيفه والمتوسطه من غير ما يقابلك اي مشكله خالص في الموبايل، هتشتغل معاك من غير اي تهنيج او لاج في التليفون. وبرضه في الجيمز التقيله اللي بجرافيك عالي فهي هتشتغل معاك بشكل كويس. الالعاب دي هتفتح وتشتغل معاك، ولكن برضه ادائها مش هيكون اقوى حاجه. فعلشان تاخد احسن اداء من الموبايل في الجيمز التقيله دي، يستحسن انك تلعبها على اقل اعدادات جرافيك. وده مش عيب في التليفون، فالموبايل في الاول او في الاخر تليفون اقتصادي. فلو انت عاوز تليفون رخيص يكون استخدامك الاساسي ليه هو الجيمز، وعايز تاخد منه اداء مقبول في الحته بتاعه الجيمز دي، فالتليفون ده هيكون اختيار كويس جدا بالنسبه لك. الهوت 30 بلاي من انفينكس جايب بكاميرا خلفيه مزدوجه. الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.8، والكاميرا الثانيه فهي كاميرا فيجا، والكاميرتين دول ملحقين بفلاش LED قوي من 4 قطع. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع الكاميرا دي، فنقدر نعتبر عمليا ان التليفون جاي بكاميرا خلفيه وحيده بس، فهي هتقدم لك في ضوء النهار اداء كويس ومقبول بنسبه كبيره.
درجة الحدة والتشبع والسطوع بتوع الألوان اللي بيظهروا في الصور كويسين، ولكن علشان الجودة القليلة بتاع الشاشة هيتهيأ لك إن الجودة بتاع الصور مش كويسة، ولكن بقى لو استعرضتها على شاشة بجودة أعلى هتشوفها على حقيقتها وهتشوف إنها جودة كويسة ومقبولة جدا. درجة الحدة والتشبع والسطوع بتوع الألوان اللي بيظهروا في الصور كويسين ومقبولين بنسبة كبيرة، والتفاصيل اللي بتظهر في الصور كويسة ومقبولة، وبرضه في الإضاءة الضعيفة أو الآلية فالجودة بتاع الصور ما بتقلش كتير. أي نعم بيظهر فيها كمية نويز وتشويش، ولكن برضه مش كتير قوي وتحس إن الصور برضه جودتها كويسة، خصوصا إن الكاميرا الفيجا اللي موجودة في الموبايل بتحسن شوية من جودة الصور دي بالليل. أما بقى بالنسبة لتصوير الفيديو فأنت هتقدر تصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بلس بدقة 1080 بكسل ب 30 فريم في الثانية. الموبايل جاي بكاميرا أمامية وحيدة بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة اف 2.0، والكاميرا دي ملحقة بفلاش LED من قطعتين، والكاميرا دي هتقدم لك أداء كويس ومقبول جدا بالنسبة لتليفون اقتصادي. أي نعم طبعا أدائها مش هيكون أقوى ولا أفضل حاجة، مش هقول لك طبعا إنها كاميرا واو وهتقدر تاخد بيها صور سيلفي يعني جبارة، ولكنها مناسبة بالنسبة لتليفون اقتصادي، هتقدر تاخد بيها صور سيلفي مناسبة بنسبة كبيرة وكمان تستخدمها في مكالمات الفيديو. ولكن بقى من أهم وأقوى المميزات اللي موجودة في التليفون ده هي البطارية بتاعته. فالهوت سيرت بلاي بيجي ببطارية ضخمة جدا بسعة 6000 ملي أمبير، واللي بالتالي هتكمل معاك يومين متواصلين من الاستخدام، وده في حالة إنك بتستخدم الموبايل بشكل متوسط، وهي بتيجي بقدرة شحن 18 واط، وطبعا ده ما يعتبرش شحن سريع خالص، فالتليفون هيتشحن معاك من 0 ل 100% في حوالي ساعتين ونص تقريبا، وده هيكون من خلال منفذ USB تايب سي. التليفون بيجي باحدث نظام تشغيل اندرويد 13 مع احدث واجهه مستخدم من انفينكس، وهي الاكس او اس فيرجن 12.6، وبصراحه الواجهه دي واجهه كويسه جدا، شكلها ظريف والانيميشن بتاعها شكله حلو وادائها على الموبايل كويس. اي نعم مش اخف ولا احسن حاجه ولكنها مقبوله. اكبر عيب فيها هي الاعلانات الكتير اللي بتظهر في الواجهه دي، غير كده فهي واجهه كويسه جدا وبتدعم وضع الدارك مود بالكامل، وهتقدر من خلالها انك تعمل نسختين من تطبيقات السوشيال ميديا وتقسم الشاشه لجزئين علشان تستخدم تطبيقين في نفس الوقت. التليفون بيدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سيم، والشريحتين دول بيدعموا الاتصال بشبكات الجيل الرابع ال 4G، وبرضه هتقدر انك تركب كارت ذاكره خارجي مايكرو اس دي كارد، وده حتى 1 تيرا وفي منفذ خاص بيه. التليفون بيجي بمستشعر بصمه واللي مدمج في المكان العملي جدا في زر الباور، وبصراحه المستشعر ده ممتاز من حيث الدقه او السرعه بتاعته. التليفون بيدعم خاصيه الفيس انلوك علشان تقدر تفتح التليفون بتاعك باستخدام بصمه ولاج الفيس اي دي، واللي بتشتغل بشكل كويس جدا من حيث دقتها او سرعتها. التليفون بيجي بسماعه وحيده مونو على اليمين واللي صوتها عالي ولكن بنقاء متوسط. التليفون بيجي بمستشعرات التقارب والتسارع والضوء المحيط والبوصله والجي بي اس اللي في الجهاز ده كويس جدا من حيث الدقه والسرعه بتاعته. كمان التليفون موجود فيه راديو FM وبيدعم تركيب وصلات الاو 2 جي. ولكن بقى التليفون ما فيهوش مستشعر جيروسكوب ولا مستشعر NFC ولا مستشعر AR وغير مقاوم للماء ولا الغبار. التليفون بيجي بثلاث الوان، اسود وابيض وبنفسجي فاتح، وعلبة التليفون بيجي فيها الشاحن وسلك توصيل USB تايب سي وجراب للموبايل وسماعات هاند فري ودبوس درج الشريحه والضمان وكتاب التعليمات. وسعر البيع للتليفون $115. اول ما التليفون يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري التليفون ده. الهوت سيرت بلاي من انفينكس هو تليفون اقتصادي، ولازم يكون هو ده المفهوم اللي موجود في دماغك وانت بتفكر في التليفون، انه في الاول او في الاخر موبايل اقتصادي رخيص، وكل المواصفات اللي هيقدمها لك هتكون في النطاق ده، وده من اول التصميم العصري والشبابي ومرورا بقى بالشاشه الكامله والاداء الكويس جدا خصوصا في الجيمز والكاميرات المقبوله والبطاريات الضخمه والحاجات التانية اللي موجوده في الموبايل اللي اتكلمنا عنها. كل ده بسعر رخيص جدا بيخلي الموبايل ده اختيار ممتاز لاصحاب الميزانيات المحدوده، خصوصا لو انت بتدور على الموبايل تستخدمه في الجيمز. وطبعا احب اشوف ارائكم وانطباعكم عن التليفون ده في التعليقات اسفل الفيديو. في نهايه الحلقه بشكر كل واحد شايف الفيديو للنهايه، وطبعا ما تنساش اللايك والشير، ولو ده المره تشوفني فياريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان تكون اول واحد يشوف الحلقات الجديده، واشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.